سيد سيب اللي في ايدك، امك جت، سيب اللي في ايدك. خدها بقى، خدها بقى، اغسل اللي بتاع ده. حاضر اغسليه. حاضر. ايه يا ودي يا سيد عامل ايه؟ تعالي يا حاج. حجة ان شاء الله يجيك بجة. يعني الراوتر بتاعتك اول ما شافتنا على السكه ما جاتش بلغتك يا اخويا؟ عامل لي فيها متفاجئ وحجة. هو مرة اشوفك. يعني الراوتر بتاعك ما جاش قال لك يا اخويا؟ لا ده الحمامة شخت على التيشيرت بس. ايوه انت هتقول لا كنت بتنشر الغسيل، خدي سيبك بس من الموال الاسود ده. بغسلي بتاع ده عشان الحمامة شخت انا عليه. جايه طب حاضر، انا قلت لك حاجه. انا جايه لك يا سيد في طلب ضروري جوي. الحمامه تأمري. شخت عليه اه يبقى هتنكسي. ما هي شخت عليه من هنا، طالما أيوة. قطعت في البيت. صرفت 535 جنيه. اهو دي بقى الكسوه بتاعتك، بس انما الحمد الاعمال لله. بالنيات. الحمد لله. المهم انا جايه لك في موضوع ضروري جوي يا سيد. انت يعني تأمري يا حبيبتي، الدشر انت تأمري يا بتاعي. غالية. ايوه هي علامة دشر لأبو سنين الصوت. مش انت الدشر، انت لا سيبها، سيبني منك. انت لا بتحمي ولا بتداري. انا عايزه الدشر بتاعي، الدشر البط. انا عارفه ان انت ما عرفتش بتسرق بط من يوم ما ربنا كرمني وحليت عني وجيت العزبه، وانا ربنا كرمني جوه عاد كل حاجه بالصحه عندي. عشان بط من زمان. قصدها الدشر ابو راسين. بط احنا خدنا الدشر بتاعك انت. الدشر بتاعي اني اللي من عمر اخوك اللي اتجوز ده هو. ايوه عارف بكار. ايوه مش لاقياه يا ابني الدشر. هو الدشر اسمه بكر؟ مش تاني العدل؟ بضاع مش لاقياه خالص. ما تقولش فص ملح وداب يا ابني، مش موجود في الدنيا ولا في الحياه ولا في الشارع ولا في البيت وبره وجوه. ده عشرة عم. ما هو عشرة عمر، ده اعز عندي منكم. لان هيخيرني بين الدشر وانتوا، هختار الدشر وبلاش انتوا. هو كان صيحي ولا كان مذبوح ولا بس كان انت تشيلي يا ايه؟ بنتي، البط بتاعي مش هينفع من غيره. طب الدشر ده لو جبت 100 دشر في وسطهم مش هيبيضوا ولا هيطلعوا لي بط. يعني كان صاح. والله العظيم. شوف لي حالي. لا عشان انا غيرت ظلمت، النشاط بتاعي يا بيه. ظلمتك. انا غيرت النشاط بتاعه، ما عادش ليا في البط. حتى الله غيرت النشاط بتاعي خلاص. انا عارفه ان انت ما عندكش بتسرق الا حمام. ما ما ده انا عارفاه. انت بصطاد حمام بس. ده الحته كلها هناك بتتحاسبن عليك، بس انا بقى ببلع وبنشتم وبسكت. انت ما تعرفش ان الحته كلها بتتحاسبن عليا. لا ما باخدش حاجه، ما بصطادش حاجه من بيوت حد. من بيوت حد ايه؟ ما هو الحمام بيبقى متلجح على السطوح طالع يتهوى. يا ابني المره جابت لي الحمامه في ايدها وجايه تجري. هي ايه اللي في جناحها دي يا ام السيد؟ قلت في سر ام جرد، طلعت ده تعبان عضدها النهارده الظهر صح؟ ايوه ما رضيتش اقول لها ده ابني، دي بندقيه ابني. طلعت في تحت. ايوه انت قاطع الحليبه والريبه على الناس مش على امك بس. لا انا ما باخدش حاجه من بيت حد. اله السما تجلع عينيهم كلهم. يا سيد ما ينفعش تصطاد حمام من مساكن. اطلع على طريق المضرب مليان. يعني دي جاي تحرق دمنا هناك، دم الفلاحين. لا وكلكم ما هي المضرب هناك اهو ملوش صحاب. جاب لي فراخ البحر دي ويقول لي نضفيها. هو رمرام الجرف ده. ده ربنا روجني من يوم ما جه هنا. المهم انا عايزه الدشر البط بتاعي. وسع نشاطاتك كده وشوف الهياف اللي زيك وتدور لي على الدشر البط. انا كل مسجلين البط عارفه. شوف لي بقى الدشر بتاعي فيا. اغطس واجيب لك. انت عارف العلامه اللي فيا. عارف. بس كده انا عارف. شوفوا لي بقى، وهتيجي بقى تشيلها من ورا هتلاقيني نتفاه. انت عارف. انا عارفه من غير اي حاجه. هغطس وهجيب والف على المسجلين البط كلهم. لا مش هاجي الا بيه، الا بتشر البط. يبقى ربنا يسترك. اطلب، شوف اطلب اللي انت عايزه ان شاء الله تاخد ابوك عندك نهو. اطلب واتمنى. اطلب واتمنى براحتك، مش هتجيب لي دشري. هاته اطلب براحتك بقى. انا عايز منك حاجه واحده بس. عايز ايه بقى؟ قول. وعينيا ليك، انا احط لك عيننا. حاجه قد كده تعمل لها كيلو ونص. ده غالي والطلب رخيص جا وهي ايه. عايز فرخه من اللي عندك. فرخه ايه دي؟ فرخه بيضه؟ لا فرخه من البلدي، ماليش في الابيض ده. فرخه ايه؟ فرخه بلدي. بيخاف على صحته، بيخاف على صحته، ما بياكلش الا بلدي. فرخه ايه يا اخويا؟ فرخه بلدي. هو حد قالك كده ان امك دي كبرت وخرفت؟ كبرت والهنجمه ملتها؟ ياك مع انك كلت الفرخه دي يا اخويا. حد قالك عليها ان هبله ولا هطله؟ اديك فرخه يا اخويا موظفه كل يوم بتديني بيضه ب5 جنيه. لا انسطلت ولا السطله جاتلك؟ ده الفرخه يا بنتي يومين على ده. انت واحد من الناس لسه جاي واخد مني امبارح ب200 جنيه بيض. خلي فرخه بلدي. ياك معانا الدشر طلع ولا عنه جه يا اخويا. انت عندك 100. ده انت عارف عندك 100 اخد منهم. ده انا فرط فيك انت واخوك وما فرطش في الفرخه البلديه دي. الفرخه عندها 100 فرخه. الفرخه بتبيض بيضتين في اليوم، بيضه الصبح وبيضه بالليل. ده جاي ده انت قاعد بقى تجر عليا بقى. وانا اقول في دي وانا اقول يا بنتي ربنا مش نصفني ليه والدشر راح فين؟ البيضه ب5 جنيه.
تلاقي صديق. اصل يا بنتي هو الغريب ده هيعرفني منين عشان يجر عليا؟ ما هو ما بيعرفش يبقى الا اللي مخلفاهم. البيض بيضتين ب10 جنيه، يعني 100 فرخه، كل فرخه بتجيب لها في اليوم 10 جنيه، اضربوا 100 في 100 10 في 100 قاعد يحسب لي في الشهر بقد ايه؟ قوم ياد بشكلك الشين دي ولا وانا اقول الفجر راكبني والنحس راكبني ليه؟ بتكسب اكتر من بتبص الوزير للي بتاعه وما كاش باصص لهو قال اكلهم وشربوهم. ما تشوف يا اخويا بياكلوا بايه؟ بسيحاهم في المصرف بياكلوا ويشربوا ويجوا. اديني واحده مش عايز ابلغ عنك. بلغ ادي والله نفسك. لو بلغت عنك صدق يجي بالله لو ياخد انا الفراخ. متجلطره اقول لك على حاجه، لما اجي اموت كده قول لي يا واطيه يا بنت الواطيه يا اللي مت محروم من اكل الفراخ، في واحد لطخ زيك كده برضه اخوك بهاته جنبه يسندك وعددوا انتوا الاتنين غال فرخه يا اخي ان شاء الله تطفحها. ربنا يديك طول العمر. ولا انت مالك يقصر ولا يطول؟ اذا كنت انت ابني وقاعد تجر عليا الدكتور لو عدى عليه 6 ساعات مش هيرجع. ياك مع انه رجع ولا يوعى يرجع. اقول لك ما تدورش عليا. خليه بس يرن على اصدقائه. ما ترنش. مش فاهمه جابوا فيها فرخه واحده. ياك مع انك طفحتها ما تاكلش. ما هو ياك ده مع كده- ان الفرخه جت يا اخوي. ما هو الدشر البط ده هيعدوا ان 500 شاء الله 600 يعدي ال1000 جنيه. جنيه مش عايز. يد فرخه موظفه بتديني يوميا على 5 جنيه يعني 300 جنيه في الشهر. فاهم انت ولا انت دماغك دي فايت سعرانه؟ سيبي 300 في 100. اهو انا قلتليش قاعد يجر عليا وانا اقول الفجر جاي لي منين؟ اتاري جاي لي من بوز الاخس ده. بوز فاجر. الواحده بتجيب 300 في 100 بكام؟ ده يجي 9000 جنيه في الشهر. انت مال ابوك؟ رايك نعمل انت المشروع مال ده ابوك انت؟ ونجيب فراخ ونبيع؟ انا كنت جايبه زي ما عملنا له السنه اللي فاتت. جوز بومه بوموا وبوظتيهم. لا بوموا. كنت والده ما لسه. نخليهاش لحاجة بوموا يا ولا علم يا حتى بابا بالله. يا بوما يا علم يا ولاد الصرم يا صرمه يا ابن الصرمه هي انت بتبيع وهي. هي بتبيع بعدين ب5 تنقوا جنيه وتجر عليا. احنا هنبيعها ب4. هي جاتكم نسيبها والنسيبه تبقى جايه شويه عليكم. انت عايزين حاجه مستعجله. واحنا بدل ما الدكتور بنرمي البط هنفلس خليك على ايه الغريب يا ولا لما انت قاعد تنق عليها بدل ما بنرمي الاكل الفايض هي مننا الفراخ دي يا ولد للبحر، في بتاكل البحر للسمك نرمي للفراخ هتقعدي يا ابو ما انت ونبيعها بطلي ب4. كلام. ما انتش نافعه ولا طبله ولا اسمع كلامها. زمار. هي شاطره مش شطار. انا ما بسمعش عارف كلام ده حد إلا هي انت يا شاطره حلو. مش شطار قوي. لا ما هيش شاطره. فاكر لما جيت عندكم الاسبوع اللي فات ورميت الدكتور البط قد كده؟ قضاء وقدر. تستاهل. هي كل حاجه عندها كده قضاء كل وقدر. حاجه تموت تقول لي قضاء يا عمرو هي لد انا اعمل عليك. ايه؟ كل عمر. والله لد عليك يا لا ابني. والله ما لد. وانت قاعد تقول لي بطه وفراخه. ما تشوف يا اخويا بجيب طفح لهم بقى. انا مستحملها عشان خاطر امها. انت كداب. انت بجيك انت ابن صرمه اللي رب خير من اللي اشترى. عواني تايه عنك يا ابني. يا ابني ده انت جاي مع مية المصرف. ابصر المصرف حدفك عليا هنا ليا. طب اقول لك على حاجه. ما تقولش يا ساعه سودا لما جيت استعين بيك. ده انا كنت استعنت بالمصرف بره وما استعنتش بواحد زيك. والحط لك انت والبومه بتاعتك بوموا سوا بقى انتوا اتجوز. نصيبه عليكم وعلى عيشتكم اللي زي الطين وعلى خلفتك العره. اجيبهم ليش؟ رن هم تلاقوهم هم اللي بيرنوا دول. ابوك ابوك يا بنتي. هاي زي راح الف على المسجلين بتوع البط يمكن. ايوه روحي واجيبه على هنا. لا وديهولها واسرق فرخ. ما ده الفرخ حطهم في شقه محدش يعرف يفتحها. طب شوف المسجلين بتوعك هيقولوا لك ايه وبتعالى عرف. ويجيبوا الدشر ونجيبه